هلا، طبعا أنا من عشاق البروكولي، فتعالوا اليوم أعلمكم طريقة شلون يطلع البروكولي طعمه طيب، أو أي نوع خضار ثاني ممكن يطلع طعمه طيب. أول شي أنا أستخدم هذا النوع من الجذور اللي هو اليكون ستيل. هذا ينطي طعم كلش طيب للخضار لأن يحمسها بطريقة قوية، مو مثل التيفال اللي يخلي المي بيها. هاي أول شغلة. طبعا بعد ما ضفت المي الحار للبروكولي وحمسته ويا البصل، راح أنقع التمن ونكمل. راح أضيف بازاليا أو أي نوع ثاني خضار أنتوا تحبونه ممكن تضيفونه. أنا هنا ضفت بعد بصل أخضر، رشة ملح، كاري، كركم، وثوم باودر. راح نحمسهم شوي، وهنا راح يجي السر الثاني إنه أنا أضيف للخضرة، إذا أريد شوي أسويها طرية أضيف لها حليب أو كريمة طبخ، ما أضيف لها مي أبدا. الحليب راح يطلع طعمها طيب بشكل مو طبيعي. بعدين هنا أنا طبخت التمن عادي، والخضروات ضفتها على التمن وخليتهم يتهدرون سواء نشفوا كلش الخضرة أو بيهم شوية مي، ماكو أي مشكلة، راح يتهدرون ويا التمن ويصير طعمهم يخبل.